واش رايكم لو كان نقول لكم باللي كريستيانو رونالدو هو اللي راح يرفد كأس العالم هاد العام؟ هذه واحدة من أكبر النظريات اللي راهي صارية هاد اليامات بمناسبة كأس العالم، حيث إنه كامل المحللين راهم يقولوا باللي كلش مكتوب ومحسوب ومخطط له، وكامل واش رانا نشوفوا عبارة على مسرحية راهي تلعب. وتابعوا معايا لا فيديو تاع اليوم باش تفهموا أكثر. كما كامل على بالنا نظريات المؤامرة ظهرت حقيقة، وفي كل مرة نقولوا حكاية ما كاش منها تظهر كاين منها. والحكاية كامل بدات عند السوبر بول، وين كل عام يديروا لوغو بالوان الفريق اللي راح يربح، والناس اكتشفوا باللي في الحقيقه هذاك الفريق صح يربح. صدفة زادوا اكتشفوا باللي الفيفا ولات تدير نفس الحاجة في كل كأس العالم. مثلا في 2022 كي ربحت الارجنتين، لا شارت دو كولور اللي خيرون كانت هكذا، وهي نفسها الالوان تاع علم الارجنتين: الاصفر، العنابي، الازرق والابيض. ونفس الحكايه صارت في 2018 مع الفريق الفرنسي، نفس الالوان صادفت. وهذا العام لا شارت دو كولور راهي نفسها تاع البرتغال. على هادي راهم يقولوا باللي كريستيانو اللي راح يربح. إضافة إلى إشارات واحدة أخرى، كما مجلة ذا إيكونوميست نطت في الغلاف تاعها كامل الأحداث اللي صاروا في 2026، وفعلا صراو. وقعت حدث واحد اللي هو لاعب يرمي البالون، وهذاك اللاعب صدفة هو كريستيانو. وإشارة أخيرة اللي هي ذا سيمبسونز، اللي معروفين بتنبؤ الأحداث المستقبلية، واللي هما في الحقيقة غير مخططات اللي كانوا يقولوهم عبر الفيلم. وين في واحدة من الحلقات نهائي كأس العالم كان مع البرتغال، والبرتغال هي اللي ربحت وكريستيانو اللي دا الكاس. بالي بلي كاين بزاف ناس ما يامنوش بهاد النظريات والمؤامرات. قولوا لي نتوما واش رايكم، الا تامنوا بهم ولا لا. وفي رايكم شكون راح يدي كاس العالم هاد العام؟ تنسوش خليو لي متابعه باش تشوفوا الا صح البرتغال راح تدي كاس العالم ولا لا. تشاو.